السلام عليكم. أهلا بيكم يا صباح الخير، يا مساء الخير اللي بيتفرج بالليل. أهلا بيكم جميعا في حلقة جديدة، في فيديو جديد. الفيديو ده مش هعمله، كتبت في الشيت الإكسل اللي أنا عامله، الجدول اللي أنا عامله عشان بعمل فيديوهات وكده. الريزون اللي أنا السبب إن أنا مش عايز أعمل فيديو النهاردة ان انا مش قادر، ودي بين قوسين الصحة النفسية. انا بكلمكم من جوه المعمل، من جوه الفرن اللي انا شغال فيه، بقول لكم كل حاجة الصراحة. ولكن كنت مسترخي كده وقاعد، فحسيت ان انا بحاجة ان انا اعمل فيديو النهاردة اكون حققت التارجت بتاعي بتاع كل يوم، الا وهو 3 فيديوهات كل يوم. انا الفترة دي بمر بظروف معينة نفسيا، مش مهيأ لعمل فيديوهات، ولكن حاطط لنفسي جدول وحاطط لنفسي شيء من الجدية ومن التزام الى ما الى ذلك، ان انا لازم اعمل كده. ولو ما عملتش كده يبقى انا كده مش بعمل حاجة، في حاجة مش بعملها في حياتي. اكرر واكرر اقول لكم القصة والتجربة ان انا ماشي عليها، ويا ريت تقروا في صندوق الوصف او في الديسكريبشن بتاع الفيديو، ديسكريبشن ولا مش عارف اسمه ايه، هتعرفوا انا مين بالظبط وليه بعمل كده وبفكر ازاي وايه هدفي وايه اللي انا نفسي اوصله. بس خليني اشرح الموضوع. آه يعني اشرح الموضوع بصدر رحب، وفي نفس الوقت عشان تفهموني كويس. انا في يوم وليلة كده طلع في دماغي ان انا اعمل 1000 فيديو. 1000 فيديو ليه يا وائل يا حامد عايز تعمل 1000 فيديو على اليوتيوب؟ فكرت في العالم الامريكي توماس اديسون، ان هو حاول 999 مرة، 999 مرة، ونجح في المرة 1000. فأنا قلت طيب ليه أنا ما أعملش، أطبق النظرية دي، أطبق الفكرة دي، أطبق الموضوع ده، وإن أنا أعمل كده بنفس التطبيق ده ونفس التفكير ده، إن أنا أحاول 1000 مرة، أحاول 1000 مرة. طبعا انتوا عارفين ان الشهرة انك تتعرف على اليوتيوب او على السوشيال ميديا امر مش سهل، زيه زي اي نجاح وزي اي وصول تقدر توصله في الدنيا او توصله للناس. امر مش هين وامر مش سهل. فانا قررت اعمل كده، اعمل التجربة دي، واعمل التطبيق النظري للنظرية دي، واعمل تطبيق للفكرة دي، ان انا اعمل حوالي 1000 فيديو. واعتبر ان انا الفيديو اللي انا بكلمكم منه دلوقتي يعتبر الفيديو 201، ولسه ما وصلتش للهدف. ايه هو الهدف؟ ان فيديو من فيديوهاتي خلال فترة ان انا شغال فيها عمل الفيديوهات دي
او فيديو من اللي انا بعمله يوصل ل500,000 مشاهدة. ليه حددت 500,000 مشاهدة؟ بناء على تصورات كتير. اولا عشان اكون انتشرت وتعرفت بشكل واسع على اليوتيوب وعلى منصات تانية اخرى. رقم 500,000 ده رقم يعتبر كبير، وفي نفس الوقت في بعض الأحيان ما يعتبرش كبير قوي يعني، بس يعتبر كبير إلى حد ما. فأنا حددت التارجت ده والهدف ده، إن أنا لو جبت 500,000 مشاهدة يبقى أنا نجحت في التجربة دي اللي هي 1000 فيديو، بناء على نظرية توماس إديسون العالم الأمريكي. يعني 1000 فيديو الهدف أو التارجت عشان أكون نجحت في التجربة دي قبل ما أوصل ل1000 فيديو، وقبل ما أوصل ل1000 فيديو أكون جبت 500,000 مشاهدة في فيديو واحد بس، مش كل الفيديوهات، هو فيديو واحد بس. لو قدرت من خلاله أوصل ل500,000 مشاهدة يبقى أنا كده نجحت في التجربة دي. تمام كده؟ فده الموضوع اللي أنا جاي أكلمكم عنه في الفيديو ده، وجاي أكلمكم عنه بشكل شخصي وبشكل واضح وصريح، عشان الأمر ما يكونش مهمش، ما يكونش مش واضح، وفي نفس الوقت عشان تعرفوا أنا ليه بعمل كده، ليه بعمل فيديوهات، ليه بعمل كل يوم 3 فيديوهات، واحد شورت، 2 فيديو، واحد فيديو طويل وفيديو قصير. ليه بعمل كده؟ عشان عندي تارجت، عندي هدف، عندي طموح ان انا انجح في التجربة دي. لو فشلت عادي، بس اكون وصلت للانكلوجن او يعني تفسير انا ليه فشلت. بس انا اتمنى ان انا ما افشلش، هو ان انا انجح واجيب 500 مشاهدة في فيديو واحد. ومش عايز يعني الموضوع يكون شخصي بحت، ولكن عايزكم كمان انتوا تشاركوني التجربة دي وتساعدوني اوصل ل500,000 مشاهدة في فيديو واحد، وتكونوا معايا في التجربة دي، وتكونوا معايا في الرحلة دي. تمام كده؟ ياريت تكونوا وضحت الصورة ليكم ككل، وانا ليه بعمل فيديوهات على اليوتيوب، وليه بعمل فيديوهات بالشكل السريع ده. بس كده، مش هعمل فيديو ده، قلت ان انا النهارده مش هعمل، بس كنت لازم اعمله عشان احس ان انا يعني عملت حاجه. فاهمين قصدي؟ فده مهم جدا بالنسبه لي. اشرح لكم بالظبط الموضوع في العنوان عشان لما تتفرجوا عليه يكون الامر واضح وصريح ومعلن ليكم بشكل مفصل. بس كده، شكرا لكم، وكان معكم وائل حامد
اشوفكم على خير، والسلام عليكم والى اللقاء ومع السلامة.